لو شفت الصورتين دول انهي واحده فيهم هتختارها؟ اكيد هتختار الصوره دي، لكن لو ظهرت لك الصوره دي اكيد هتسيب الاثنين وتختارها هي. تابع معايا عشان اعلمك ازاي تعمل صوره مصغره احترافيه بالموبايل بس قبل ما نبدا اعمل لايك واشترك يلا حالا في القناه عشان عايزين نوصل 5000 في اسرع وقت. ليه الصوره المصغره مهمه؟ تعتبر الصوره المصغره هي العنصر الاساسي في نجاح الفيديو بتاعك، فلازم تهتم بيها اهتمام شديد جدا زي ما بتهتم بالتصوير والمحتوى. ليه الصوره المصغره مهمه؟ وانت بتسكرول على يوتيوب عينك بيعدي عليها المئات من الصور المصغره، لكن ايه اللي بيخليك تقف عند فيديو وتختاره؟ ببساطه الصوره المصغره شدتك، وقفت عند الفيديو وقرات العنوان ولقيت ان العنوان جذاب ليك، فبالتالي دخلت على الفيديو. دي مهمه الصوره المصغره، وهي شيء هام جدا لان ده السبب اللي هيخلي المشاهد يبص عليك اصلا. واحيانا حتى ممكن تفتح الفيديو من الصوره المصغره بس من غير ما تقرا العنوان. عشان كده الصوره المصغره هي اهم عنصر لنجاح الفيديو حتى اكتر من العنوان نفسه. ازاي بقى تعمل صوره مصغره احترافيه؟ ده اللي هنتكلم عنه. ايه هي انواع الصور المصغره الاول عشان نفهم؟ الصور المصغره ممكن تكون بسيطه جدا، مجرد صوره ما عليهاش كتابه ما عليهاش افكتات كتير، لكن الصوره موصله المعنى بتاعها، وده مش هيحصل الا لو انت صورت الصوره دي صح. وفي صور مصغره ثانيه بيكون عليها تريليون اوفرلاي ومليار لاير و60,000 افكت. المهم ايا كان الاسلوب اللي هتستعمله ان الصوره المصغره توصف محتوى الفيديو بدون تضليل. خلي بالك لانك لو عملت تضليل في الصوره المصغره هو ده هيجيب لك شويه مشاهدات، لكنه هيدمر قناتك على المحتوى القريب والبعيد. فاحذر انك تعمل تضليل في الصوره المصغره، لان ببساطه المشاهد هيشوف حاجه في الصوره بره هيدخل مش هيلاقيها جوه، فهيخرج من الفيديو بتاعك على طول، وده هيترجم لمتوسط مده مشاهده قليل، اللي هو طبعا كاي يوتيوبر مش عايز حاجه زي دي. الخطوه الاولى هي التغذيه البصريه. قبل ما نبتدي في التصميم لازم تعمل تغذيه بصريه لعينك، فانت هتروح على بنترست او كانفا او ادوبي اكسبريس، تكتب يوتيوب ثامبنيل وتبدا تتفرج على الصور المصغره المختلفه بحيث انك يجيلك فكره. وممكن تخش على يوتيوب نفسه تبتدي تتفرج على الصور المصغره لليوتيوبرز اللي بيقدموا محتوى مشابه للمحتوى بتاعك او نفس المحتوى بتاعك، وتبتدي تاخد افكار. الهدف من الحركه ديت اننا بس نجمع افكار نقتبس منها الاسلوب بتاعنا، لانك مستحيل تعمل صوره وانت عمرك ما شفتها. الخطوه الثانيه هي تصوير الصوره المصغره. مهم انك تخصص وقت لتصوير الصوره المصغره. يعني انا مثلا هبتدي اصور الفيديو نفسه بخلي تصوير الصوره المصغره قبل التصوير او بعد التصوير، لازم اكون حاططها في الخطه. والمهم ان انا اتصور صور مش فيديو، يعني ما اخدش لقطات عشوائيه من الفيديو، لا اتصور صور بوضع الفوتو، لان الصور اللي بوضع الفوتو بيكون فيها حده اكتر والريزوليوشن بتاعها اعلى، فهتسمح لي ان انا اصمم بيها بشكل احسن. كمان لازم تخلي الصوره منطقيه مع موضوع الفيديو. يعني مثلا في فيديو اضافات بريمير كنت جبت شويه اضافات مجانيه وقلت لك عليها، تقدر تشوف الفيديو من هنا او من هنا. ففي الصوره المصغره كنت مادد ايدي تجاه الكاميرا والاضافات فوق ايدي، اكني بديلك الاضافات بنفسي. او لو مثلا هعمل فيديو مراجعه الكاميرا فمنطقي ان احط الكاميرا جوه الصوره، او صوره ليا مثلا وانا ماسكها او بصور بيها. او لو اتبعت لي مثلا مايك، يعني مثلا مايك فاين مثلا شركه جميله جدا، لو مثلا اتبعت لي منها مايك للمراجعه ابقى حاطط المايك في الصوره، ده شيء منطقي جدا عشان الناس تعرف ان الفيديو ده عن مايك. الخطوة الثالثة استخدام هوك بصري. الهوك البصري هو العنصر اللي بيشد انتباه المشاهد فورا. مثلا في فيديو جرافيك تمبلتس بنص جنيه اللي عملته من برنامج كانفا كنت حاطط في الصوره صوره الدحيح ورايا، لان الفيديو بيتكلم عن جرافيك تمبلتس مشابهه للي بيستعملها، فالهوك البصري هنا كان هو الدحيح نفسه، فمنطقي انك اول ما تشوف له صوره هتقف فورا. بالاضافه ان الكتابات كانت جذابه جدا، لان انا كنت كاتب مونتاج الدحيح وفوق كاتب بنص جنيه، فمنطقي انك هتخش عشان تعرف ازاي مونتاج الدحيح وبنص جنيه. باختصار استخدم عناصر بصرية وكتابات تثير فضول المشاهد. الخطوة الرابعة الكتابات. استخدم كتابات عريضة واضحة، تكون خط بولد عشان يبان، لأن الصورة المصغرة هي مصغرة، حجم الصورة صغير، فلازم الخط يكون واضح وسهل قراءته. اختار ألوان تظهر النص وتتناسب مع لون الخلفية، والأهم اوعى تحط أي عنصر في جانبين الصورة من تحت، لأن ده مكان عرض مدة الفيديو في اليوتيوب. الخطوة الخامسة الألوان والتباين. الألوان عنصر أساسي في نجاح الصورة المصغرة. استخدم ألوان زاهية تظهر الصورة وسط زحام الصور المصغرة. حاول دايما تعمل تباين قوي بين النص والخلفية عشان النص يبان بشكل واضح، وده كده هنشرحه بالتفصيل في الجانب العملي. فدلوقتي بدون كلام كتير نظري يلا نخش على الجانب العملي على طول. تمام، أول خطوة هنبتدي نعملها على الموبايل بعد ما أكون صورت الصورة المصغرة. أنا عن نفسي شخصيا بعدل الصورة على لايت روم. طبعا الخطوات ديت أنا بعملها على الكمبيوتر، لكن
لكن انا دلوقتي بشرحها لكم على الموبايل. ليه انا بعمل الصوره على لايت روم؟ ليه مش بسحبها على طول على كانفا؟ لاني ببساطه بصور رو عن طريق جوجل كاميرا. طبعا ان شاء الله هبقى اشرح لكم ازاي تطلعوا من الموبايل اقصى كواليتي ممكنه في تصوير الصور، ده لو كان موبايل اندرويد وموبايل قديم. فاللي انا هعمله ان انا هفتح الصوره الرو وهبتدي بس اعدل شويه على الاضاءه والكونتراست والالوان، بعدين هعمل لها اكسبورت. هنا كده بعد ما عدلت على الصوره نعمل لها سيف كوبي تو ديفايس. طبعا لو انت اوريدي معاك كاميرا كويسه او موبايل كويس بيطلع صور، انت مش مضطر انك تعمل الخطوه ديت، انا بس بعملها لان موبايلي من ايام الحرب العالميه الاولى. في خطوه مهمه جدا بعد ما عملنا اكسبورت للصوره، وهي اننا هنشيل الباك جراوند بتاعتها. هندخل على برنامج فوتو روم. هو برنامج مجاني بشكل ما، هو مجرد ما يقول لك انك تشترك انت بس تجاهل الطلب بتاعه، واحنا هنشيل الباك جراوند من الصوره. كل اللي هتعمله انك هتيجي تختار ترانسبيرنت، بعدين هتيجي تاخد الصورة بتاعتنا. بس كده خلاص شلنا الباك جراوند. الموضوع ابسط من البساطه. نيجي نعمل لها اكسبورت. كده دور البرنامج ده انتهى معانا. هنيجي بقى وهنفتح برنامج كانفا. برنامج كانفا هو اللي هنبتدي نصمم عليه الصوره. انت ممكن برضو تصممها على ادوبي اكسبريس، هو شبه كانفا، بل هو كمان فيه بعض المميزات المجانيه عن كانفا، لكن انا مرتاح نفسيا مع كانفا ومتعود عليه، فعشان كده هستعمل كانفا النهارده. انت ممكن تيجي تكتب هنا يوتيوب ثامبنيل وتختار كانفا تمبلت. هيبدأ هنا يظهر لك تمبلتس كتير، في منها البرو المدفوع وفي منها المجاني اللي تقدر تستعمله عادي. طبعا انت ممكن تاخد فكرة من التمبلتس دول كنوع من انواع التغذية البصرية. يعني هنا انا شفت في صورة شدت عينيا، وهي الصورة دي صراحة شكلها جميل جدا، لكن احنا هنعمل الثامبنيل الخاصة بينا احنا. فاحنا هنرجع بره وهنيجي ندوس على علامة الزائد اللي جوه دايرة بنفسجي وهنختار كاستم سايز. الحجم بتاع ثامبنيل اليوتيوب هو 1280 في 720 ونعمل له كرييت نيو ديزاين. دلوقتي كده بقى عندنا شاشة بيض زي ما انتم شايفين. اول حاجة هنيجي على كلمة ابلود وهنعمل ابلود فايل، بعدين هنختار ديفايس، نختار الصورة الأصلية اللي بالباك جراوند بتاعتها عادي، نعمل لها ابلود. الثامبنيل اللي انا هعملها مش هتكون مونوكروم، هتكون بالخلفيه الطبيعيه بتاعتها. يعني انا مش بحب المونوكروم قوي، فهاجي اختار الصوره ندوس عليها هتتحط هنا اوتوماتيك. مجرد انا هبدا احركها واخليها قد الفريم بالظبط كده بقت زي الفل ماليه المكان كله تمام. هنا زي ما انتم شايفين انا كنت مادد ايدي بحيث ان انا عايز احط على ايدي هنا العناصر الاساسيه اللي هتكلم فيها في الفيديو، زي البلجنز اللي انا اتكلمت عنهم والبريسيتس. فازاي هنجيب الاليمنتس دول؟ انت ممكن تيجي هنا من قائمه اليمنتس تبدا تكتب اللي انت عايز تجيبه، لكن انا هقول لك طريقه تانية لاني ما لقيتش حاجه سريعه. مثلا عايزين نجيب اللوجو بتاع ادوبي بريمير، فنكتب ادوبي بريمير برو. الاقي هنا مثلا في الجرافيكس ممكن تختار فوتو او جرافيكس، بس برضو يعني انا مش لاقي اللوجو، فممكن اخصص واقول له لوجو. معظم الحاجات اللي هنا مدفوعه اساسا، فهو هيطلع عيني على ان انا الاقي الصوره. فانا هعمل حاجه اريح بيها دماغي، وهي اني هدخل على كروم واجي هنا وهكتب ادوبي بريمير برو، بعدين هكتب لوجو PNG، ولازم اكتب PNG عشان يجيب لي لوجو من غير خلفيه. طبعا خلي بالك من الاعلانات البوب اب، لانك ممكن لو دوست عليها توديك في يلا نعمل داونلود ايمج ونعمل اوبن للايمج. هنا هنلاحظ ان الايمج ليها خلفيه بيضاء. هنحل المشكله دي ازاي؟ هنرجع على برنامج فوتو روم وهنختار نفس الترانسبيرنت ونحط ادوبي فيه. كده هو شال لنا الخلفيه وهنعمل لها اكسبورت. انا برضو هجيب باقي العناصر اللي انا عايز استخدمها مره واحده بحيث ان انا اوفر الوقت. انا هنا عايز لوجو يكون ليه خلفيه بيضاء، مش عايز لوجو يكون من غير خلفيه عشان ده هيخدمني في التصميم. فانا ممكن اخد اللوجو ده من الفيسبوك عندهم تقريبا. كل اللي اعمله بس ان انا هعمله داونلود من هنا عادي. يعني كده هيبقى حجمه صغير جوه الصوره، وهو الريزوليوشن بتاعه مش وحش. بعد ما جبنا اللوجوز اللي احنا محتاجينهم نرجع تاني للصوره وهنبتدي نشتغل عليها. اول حاجه هنا انا عايز اعملها قبل الصوره، وهو ان انا عايز اكتب كتابه. طبعا الكتابات مهمه جدا في الصور المصغره، انها تفهمني الصوره ديت قايمه على ايه او ايه الفكره اللي في الفيديو، بحيث ان هي بتساعد في توصيل المعنى. فالكتابه اللي انا عايز اكتبها هنا على الصوره وهي كلمه بلجن. فانا هاجي هنا على كلمه تكست، ومن هنا اقدر اسيرش على الفونت اللي انا هستخدمه. ففي فونت حلو قوي اسمه ايدو، انا هستعمل الفونت ده. هو الفونت اهو ايدو. فابتدي اكتب كده، كتبت تمام اهي. هبدا بس ان انا اكبرها شويه تمام كده حجمها كبير. في بقى حركه انا بحب اعملها دايما في الصور بتاعتي، وان انا بحب اخلي الكلام يجي من ورايا. عشان كده قلت لك احنا عايزين نشيل الباك جراوند بتاعت الصوره، صغرها بس سنه صغيره بحيث ان المكان هيبقى منطقي. وهنيجي على ابلود تاني وهنرفع بقى
الصوره اللي من غير باك جراوند اللي احنا عملناها. بعد ما اترفعت هندوس عليها فهيتعمل لها اوتوماتيك انسيرت جوه البرنامج، وهنيجي برضو هنظبطها كده كده. انت هتظبط على اساس الفريم البنفسجي اللي فيها، لان هي كده كده بنفس حجم الصوره الاصليه بالظبط. كده الصورتين بقى محطوطين فوق بعض اكن مفيش اي فرق ما بينهم. الحاجه المهمه اللي هنا هنعملها وهي اننا هنغير في اللايرز بحيث اننا نطلع الصوره اللي من غير باك جراوند فوق الكتابه. فهندوس على الصوره وهنيجي من الجزء اللي تحت هنسكرول لليمين هنلاقي كلمة layers، هندوس عليها وهنفضل دايسين هولد على الصورة وهنشدها فوق بلجن. كده أنا بقيت فوق الكتابة، الكتابة بقت جاية من ورايا، بس كده الكتابة ما بقتش واضحة وبقى شكلها غريب. فأنا هبتدي تاني إني أرجع لللايرز عشان أقدر إني أختار الكتابة. بعد ما أختار الكتابة هاجي عند الثلاث نقط دول وهعملها دوبليكيت. فدلوقتي كده اتعملت دوبليكيت وبقت الكتابة فوقيه. هاجي بس إن أنا أظبط مكانها بحيث إنها تكون فوق الخط بالظبط الأولاني بتاعها. كده هي فوقيه بالظبط. طيب شكل الفونت كده غريب ولونه مش حلو وشكله غريب جدا وهو فوقيه، فانا هبتدي اني اظبط الشكل بتاعه. هدوس عليه برضو وهاجي هنا اختار اول حاجه خالص كلر. اللون اللي بحب استخدمه هو لون اصفر خفيف شويه، يعني مايل سن على الذهبي، كده بقى شكله افضل بكتير. والخطوه اللي انا هعملها هنا وان انا هعمل دوبليكيت لتاني مره. كده عملنا دوبليكيت ورجعنا في مكانه بالظبط. طب انا ليه عملت من الفونت 3 نسخ؟ لان النسخه الاولى انا هعمل عليها افكت من القائمه تحت هنا، نحركها وهندوس على افكت وهو افكت اسمه الهولو. نعمل كاستم للافكت واننا هنقلل الثيكنس لواحد، واقول لكم دي هتفيدنا في ايه. بعد ما قللنا الثيكنس لواحد هندوس اي حته في التصميم نفسه وهنيجي هنختار اللايرز. هنلاقي هنا ان في لاير من الكتابه رفيع جدا ومفرغ من جوه وتحتيه اللاير الاساسي. كل اللي هعمله ان انا هولد على اللاير الاساسي وهشده تحتيه برضو. هنيجي نبص على التطبيق هنلاقي انه بقى بالشكل، بحيث ان حرف الجي اللي هيكون جاي على وشي يبقى عامل الشكل ده. انا عايز اجيبه يمين شويه عشان شكله يبقى منطقي اكتر لان هو قاطع حته من عيني. فعشان اغير مكانه هاجي برضو عند اللاير وهبتدي ادوس على سيلكت وهسلكت اكتر من حاجه بحيث ان هم كلهم يتحركوا مع بعض. كده بقى كويس. في حركه انا بحب اعملها وان انا بخلي التكست يكون منور جامد، وهاجي اختار تاني لاير كتابه مش اول لاير. بعد ما اختار تاني لاير كتابه هاجي على افكت وهختار افكت المحبب الى قلبي اللي بستعمله في كل فيديوهاتي الثامبنيل وهو النيون او الجلو، يعني ليه الاسمين. هو شكله جميل جدا بس ممكن نقلل الانتنسيتي شويه بحيث ان اللون بتاعه ما يروحش، بس يكون فيه برضه افكت جلو كده خارج منه. طبعا لو شلناه هيبان الفرق. هو حاليا في افكت الجلو، لو جينا شلنا الافكت بان فرق كبير جدا، لكن هو هنا كده اتعمل تاني على 50 فانا انزله مثلا على 3 كويس. بعدين لو تفتكروا ان في لاير تحت اللاير الاولاني، دلوقتي انا محتاج اعمل حاجه مهمه جدا مع التكست وان انا اعمل له تباين او ان انا اعمل له كونتراست. فده انا هعمله ازاي؟ دلوقتي التكست شكله جميل وباين وواضح لكن لسه ما خدش البعد اللي انا عايز اديهوله. طب هعمل ده ازاي؟ هاجي برضو نفس القصه، ادوس في اي حته واجي اختار اللايرز وهنزل على اللاير اللي هو مكتوب بالاسود. بعدين هرجع تاني واجي اختار الكلر. دلوقتي انا عايز اختار لون، اللون ده فيه ما بينه وما بين الاصفر تباين. فايه اللون اللي انا شايف ان فيه بينه وبين الاصفر تباين؟ هو اللون اللبني السماوي اللي هو اللون ده. طبعا دلوقتي اللون مش باين ده لان التكست تحت طبقتين تكست. ايه الحركه اللي احنا هنعملها؟ مجرد نحركه من تحت الكتابه بحيث بس ان هو يبان من ورا الكتابه. هو كده اعتقد ان هو شكله كده كويس، لكن هو محتاج كمان ينزل سنه لتحت. فهاجي برضو وهختار لايرز وادوس عليه. ليه دايما بختار لاير؟ ليه مش بدوس عليه على طول؟ لان هو فيه فوقيه اكتر من لاير، فانا مجرد ما كليك فهو هيقوم سيلكت اللاير اللي فوقيه، فلازم ادوس من اللاير واختار وابدا احرك. ممكن اخليه كده شويه لتحت سنه كده، تمام. عشان تحرك بدقه اكبر كل اللي محتاج تعمله انك تزوم بس لقدام. كده بقى شكله جميل جدا، بس برضو لسه ما خدش الايفكت اللي انا عايز اديهوله. لو واخدين بالكم ان في اضاءه زرقاء انا حاططها ورا في التصوير، فانا عايز احسس المشاهد ان الاضاءه الزرقاء ديت جايه من التكست نفسه. فانا كل اللي هعمله ان انا برضو هاجي واختار التكست عن طريق اللاير، وبعد ما اختار التكست هاجي عند افكت، واكيد عرفت انا هختار افكت ايه وهو النيون. بس برضه هاجي اقلل الانتنسيتي بتاعته لانها عاليه قوي. ممكن حتى اخلي الانتنسيتي بتاعته 1. هو كده اداني الهدف اللي انا عايزه منه. دلوقتي احنا عايزين نبتدي نحط العناصر بتاعت البريمير والبلجنز على ايدي. فهنيجي تاني عند ابلود وهنعمل ابلود فايل وهنيجي ديفايس وهنسلكت الصور بتاعت العناصر، ومن ضمنها طبعا ادوبي بريمير اللي متشال الخلفيه بتاعته وهندوس سيلكت. دلوقتي الصور اترفعت. هنيجي على اول صوره وهي بريمير وهنعمل لها انسرت وهنلاقي انها شكلها كده، نصغرها بس شويه وهنلاقي ان الشكل بتاعها مش منطقي خالص وشكلها مش حقيقي. طب هنعمل ده ازاي؟ احنا هنيجي نختارها هنا وهندوس على الثلاث نقط وهنعمل لها دوبليكيت. بعد الدوبليكيت ده في حركه مهمه جدا، وهاجي من اللايرز وهختار الطبقه اللي تحتها مش اللي فوقيها عن طريق اللايرز. نلاقي هنا ان في طبقتين، احنا ممكن نخلي الطبقتين جنب بعض مش محتاجين يبقوا بعاد عن بعض، وهاجي اختار الطبقه اللي تحت مش اللي فوق. بعدين هاجي ادوس على افكت
جرافيك وهدوس على دو تون. الميزه ان انا هنقدر نغير اللون تماما بتاع الشيء اللي وراه. فاحنا هنا اللي عايزين نعمله اننا هنعمل لون من نفس اللون بتاع بريمير لكن بطبقه اغمق او افتح. انا افضل اني اعملها بطبقه افتح علشان تبان انها مجسمه مش بشكل 2D. الهايلايت هو هيغير بس الحرف بتاع بريمير اللي جوه، فاحنا ملناش دعوه بيه، احنا عايزين الشادوز. نيجي على الشادو وهنبتدي نختار درجه تكون افتح سنه، نبتدي نحركها بحيث ان هي تحسسك ان كلمه بريمير او علامه بريمير ديت مجسمه مش ورقه 2D. نلاقي كده ان هي شكلها بقى كويس، بس عايزه تخش جوه سنه عشان تبان حقيقيه اكتر، نزقها سنه صغيره. ان انا هاجي اعمل سيلكت واختار الاثنين دول وهصغرهم شويه واخليهم على اول ايدي كده من هنا. وهنعمل نفس القصه برضو في الباقيين التانيين، هنيجي نعمل لهم انسيرت من هنا من ابلود وهنختارهم. في حاجه بقى هنا، وان الصوره هنا مربعه حوافها مش ناعمه زي بريمير، فده هنعالجه ازاي؟ كل اللي هتعمل انك هتدوس على الصوره نفسها وهتيجي من تحت هتلاقي كلمه كورنر، هتدوس عليها وتبدا تزود في الرقم، تلاقي ان هو ابتدى يعمل لها كورنر. بس ما تزودش الرقم قوي لان اصلا الكورنر بتاع بريمير مش كبير. طب لو انا عايز اظبطها بالشعره هعمل ايه؟ هصغر الصوره وهاجي احطها فوق صوره بريمير واتاكد بس انها قدها. ممكن نيجي نبدا نغير لحد لما ما نشوفش علامه بريمير الغامقه، بس كده بقت قدها بالظبط. فنحفظ الرقم هو 33 عشان نطبقه بعد كده مره واحده من غير ما نقعد نعيدها نفس الطريقه. ممكن تعمل لها دوبليكيت من بره من العلامه ديت على طول، وهنيجي هنختار اللي تحتها، وبعد ما نختار اللي تحتها هنيجي عند افكت وهنعمل نفس الافكت، بس المره دي طبعا مش هنخلي لونه ازرق، هنخلي مثلا لونه رمادي بحيث انه يكون اغمق شويه من الابيض. هنا بقى احنا هنشتغل على الهايلايت مش الشادو، برده مش غامق قوي عشان ما نافورش، ونبتدي نعمل نفس القصه برده بحيث ان الجسم يبان مجسم وما يكونش اوفر. وهنيجي على لاير هنختاره هو واللي تحتيه وهنحركهم مع بعض. دلوقتي انا عايز اخليه يكون ورا بريمير، فهاجي بس اكبر ديت عشان اعرف احرك فيها براحتي وهشدهم واحطهم تحت بريمير. نلاقي ان هو بقى جوه الصوره من وراه، هميله شويه كده بقى شكله حلو. وهعمل نفس القصه برضو في الاخيره. هنلاقي هنا ان هي النسب بتاعتها مش مظبوطه، يعني هي من جهه اعرض شويه، فبس هاجي ان انا احاول اظبطها كمربع، وهاجي على كلمه كورنر وهكتب على طول 33 ان احنا فاكرين الرقم ده من الاول. وهم برضه اعمل لها دوبليكيت، وهنيجي هنعمل نفس الخطوات بالظبط. هنختار اللي ورا وهنيجي على افكت دو تون وهنعمل لها كاستم، بس هنا انا هغير شويه في اللون، بدل ما هخليه كاستم يكون رمادي هختار لون برتقاني يكون ليه علاقه باللون بتاع الهايلايت بتاعها بحيث ان هو يدي كده شكل حلو. انا ممكن اختار دي على طول، هي جاهزه اصلا مدياني الشكل اللي انا عايز اعمله على طول. كده بقى شكلها حلو جدا. وبرضه هسلكت الاثنين مع بعض، اخليهم جنب بعض الاول واعمل لهم الاثنين سلكت، وبعدين ابدا احركهم. ممكن برضه اميلهم سنه، والاهم برضه ان انا انزلهم تحت بريمير لان كده كده بريمير هو الاساسي. بس هنكبر دي وهنهولد وهنشدهم تحت بريمير. تمام، دلوقتي الصورة شكلها كويس لكن العناصر مش معمول لها دمج بشكل كويس، شكلها تحس ان هو مش منطقي، محتاجة حاجة اكتر. الحاجة الاكتر اللي انا هعملها وان انا هبتدي احط عليها شوية اوفرليز. طب الاوفرليز دول اجيبهم منين؟ لحسن الحظ الحمد لله كانفا بيقدمهم لنا بشكل مجاني بشكل كتير جدا. كل اللي عليك بس انك هتيجي وهتكتب الاسم بتاعه. انا كنت مستخدمه قبل كده بس عشان مثلا نبحث عنهم ممكن نكتب مثلا لايت ليك مثلا، بس لازم تختارها من الجرافيك عشان يكون متشال منهم الباك جراوند. هنبتدي نلاقي حاجات كتيره جدا، في منهم الفري وفي منهم اللي مش فري. احنا هنختار الفري مثلا، هنلاقي دي ممكن ناخدها، دي هنخليها مثلا في جنب الصوره كده وهنشدها من فوق وهنشدها من تحت بحيث انها تكون قد الصوره. طبعا هي الافكت بتاعها تقيل جدا ولونها قوي قوي، فاحنا ممكن ندخلها لبره كده شويه. نيجي عند الترانسبيرنسي ونقللها شويه بحيث ان هي تكون اخف لان هي حاده جدا. ممكن ندخلها سنه كده بحيث ان هي تبتدي تلمس حرف الاس من فوق. ونرجع تاني للاليمنتس، ممكن برضو ناخد دي شكلها لطيف نقلبها 90 درجه، نيجي مثلا نحطها في الجنب هنا. الشكل كده بقى افضل كتير. ممكن نرجع تاني للاليمنتس، ممكن نختار مثلا اللينس فلير، بس انا مش شايف ان شكلها هيبقى حلو. في حاجات هنا كتير جدا ممكن نختارها. انا هنا هاجي هكتب اوفرلي، ممكن نختار دي برضو وهغير اتجاهها وهكبرها جدا بس ان هي تديني زي طبقه كده محطوطه فوق الصوره نفسها. طبعا لو دوست عليها دلوقتي اوتوماتيك هيختارها، فانا بس هاجي من اللايرز وهقلل شويه الافكت بتاع اللايت ليك اللي تحت عشان شكلها حاد جدا. ممكن اكبرها بالشكل ده، ابتدي ابعدها بس ان هي بس ايه تكون جايه من بعيد يعني ما تكونش شديده قوي على الصوره. وبرده ممكن اجي من الترانسبيرنسي واقللها شويه. طبعا انت دور هتلاقي حاجات كتير قوي ممكن استعمل دي واقلبها برده عشان الصوره بتاعتنا بالعرض. زي ما انت شايف دلوقتي انها ادت كده شكل مختلف للصوره. ممكن استفيد بالجزء اللي في النص فيها اللي مدي لون وان انا افصله تماما بحيث ان انا اكبر حجمها جدا
بحيث بس انها تبقى عامله على جلدي الافكت اللي هي عاملاه ده. برضو اجي من الترانسبيرنسي واقللها عشان هي كتير قوي، احنا برضو مش عايزين نأفور قوي يعني. اختار مثلا الفيلم ده واميله كده برضو اخليه 90 درجه وهكبرها اكتر من حجم الصوره. انا بس كل اللي انا عايزه اخد افكت الجرين اللي بيكون موجود في الفيلم، وبرضو هنقلله برضو عشان ما يبقاش كتير. ممكن نيجي تاني الاليمنتس ونكتب بلاك شادو، ممكن نجيب دي ونخليها تحت كده بالظبط ونكبرها طبعا بحيث انها تبقى قد الصوره. برضو كمان نقلل الترانسبيرنسي بتاعتها بحيث ان هي ما تبقاش شديده، بس يا دوب بس تبقى مدياني كده ايه شويه شادو من تحت عشان الشكل يكون فيه دمج اكتر. بعدين ندوس بس في اي حته ونيجي نفتح اللاير عشان نتاكد ان كل حاجه مظبوطه، كل حاجه في مكانها. نلاقي هنا ان في فونت خارج بره، لا انا عايز كل الفونت يبقى متطبق عليه كل افكتات الجرين اللي احنا عاملينها، فهشد تحت كل افكتات الجرين وهشد ديت تحت افكت الفيلم الاولاني، حتى كان ممكن اشدها تحت كل الافكتات الاولانيه، انا عايزها تكون تحت. نلاقي كده ان ده كده شكل الصوره المصغره، شكلها تحفه. دلوقتي كده بعد ما بقينا راضيين عن شكل الصوره وشايفين ان كده شكلها كويس، عايزين بقى نحفظها على الجهاز. هنيجي عند علامه السهم اللي باصص لفوق وهندوس داونلود. هيجي يقول لك PNG وده اخره، مش هيقدر يزود عن كده في السايز بتاعها اللي هو الريزوليوشن، عشان طبعا لو هيزود ده في البرو وكده كده احنا مش محتاجين اكتر من 1280 في 720. وهندوس داونلود. هنيجي كده في الجاليري هنلاقي الصورة نزلت لنا في الجاليري. كانفا مش مجرد برنامج للصور المصغرة، ده ممكن تعمل منه جرافيك تمبلتس مجانية وممتازة جدا. اتفرج على الفيديو ده عشان تعرف ازاي تعمل جرافيك تمبلتس مجانية من كانفا. متنساش تعملي لايك وسبسكرايب. سلام.